اللابين اللي قدامي دول يا جماعه زد بوك جي 7. حاجه عاديه جدا طبعا نسمع الاسم ده، بس ده كور اي 9 من الجيل العاشر. جهاز شاشه تاتش سكرين و4K. نيجي نشوف المواصفات بالتفصيل. بروسيسور كور اي 9 10885 اتش. الجهاز بيجي ب 16 ثريد 8 كور. سرعة الكاش بتوصل ل 16 ميجا. بيجي برامات 32 جيجا DDR4 طبعا. والكارت انفيديا كوادرو تي 2000. مساحة الكارت 4 جيجا فعلي. كارت قوي جدا في الجرافيكس والبرامج الهندسية. طبعا مع الكارت الانترنال، الكارت الداخلي الانتل بيشارك لحد 16 جيجا. في النسخة التانية كور اي 9 برضو بس الجيل ال 11. زد بوك ستوديو جي 8 كور اي 9 جيل 11. اقوى اجهزة تشتغل عليها. جهاز بيجي بروسيسور كور اي 9 11950 اتش. بيجي بسرعة كاش يا جماعة 24 ميجا. سرعة عالية جدا. طبعا 16 ثريد 8 كور. رامات 32. كارت شاشة انفيديا ار تي اكس اي 2000. كارت قوي جدا في الجرافيكس. مساحة الكارت 4 جيجا فعلي. طبعا الجهاز بيجي بكيبورد مضيئة RGB. نقرب كده على الكيبورد. كيبورد RGB يا جماعة. فينجر برينت، بصمة. صوت الجهاز ممتاز جدا. يعني ده يعتبر نص مستوى الصوت. سماعات ستيريو شركة بانج ديفيوجن. نيجي نشوف مداخل الجهاز مع بعض. 2 تايب سي، مدخل الشحن HDMI. الناحية التانية مدخل USB، مراوح تبريد. الجهاز تصميم شيك جدا. الجهاز التاني برضو نفس الموضوع، نفس المداخل. 2 تايب سي، شحن HDMI، مدخل USB. الجهازين الماتيريال بتاعتهم معدن بالكامل. احنا موجودين يا جماعه في 40 شارع الدقي قدام محطه مترو الدقي بالظبط. اسالونا في الكومنتات وهنقول لكم افضل اسعار باذن الله.